السلام عليكم متابعيني، شخباركم؟ إن شاء الله يا ربي الكل بخير. اليوم راح نسوي فطائر بحشوة نباتية كلش طيبة وراح تفيدنا بالسحور إن شاء الله. بداية حبايبي راح نحضر العجينة. نحتاج هنا كوبين من الحليب السائل، ضفت تقريبا كوب واحد، وعليها ملعقة ونص من الخميرة أو رشة من السكر. راح نخلط بهذا الشكل لحد ما تذوب عندنا حبيبات الخميرة بهذا الشكل، وبعدها راح أضيف بيضة واحدة وهمينة أخلطها كلش زين. وهسه حبايبي راح نضيف الطحين بالتدريج. أنا استخدمت كيلو واحد من الطحين، أضيفها على دفعات تقريبا ما يعادل بالأكواب القياسية تطلع عندنا 5 أكواب أو نص. وهنا ضفت ملعقة كوب من الملح، وآخر شي راح نضيف ربع كوب من الزيت العادي. راح نخلط. طبعا أنا عجنتها بالعجانة للسهولة بهذا الشكل، وراح أضيف الطحين المتبقي، وراح نضيف أيضا الحليب السائل. هسه راح نجي نعجنها كلش زين، ونحاول تكون العجينة مايلة لليونة أكثر، ما تكون قاسية، على مود الفطائر تطلع عندنا لينة وكلش حلوة. وهنا حبايبي بعد ما عجناها راح نخليها بمكان دافي لحد ما تختمر وتتضاعف حجمها. هنا حبايبي عندي فطر، طبعا فطر طازج مو معلب، الطازج أطيب من المعلب. راح نجي أول شي نغسلها كلش زين، وبعدين ننشفها، وبعدها راح ننظفها بهذا الشكل اللي دا تشوفون. وبعدها راح أجي أقطعها شرائح بهذا الشكل. طبعا تقدرون تقطعوها مربعات مثلا، أو حسب ما أنتو يعجبكم، بس أنا عجبني هذه الطريقة، أحسها تطلع أحلى. عندي طاوة خليت شوية زيت، وراح أضيف راس بصل مفروم ناعم بهذا الشكل، شوية أحمسها. هنا ذبلت عندي، أول ما ذبلت راح أضيف الفطر، ننطيلها حمسة بهذا الشكل. طبعا النار متوسطة مو عالية. راح أجي هنا أخلي تقريبا ملعقة كوب من الملح، وملعقة كوب من الكاري، ورشة فلفل أسود. راح نستمر بالحمس لحد ما نشوف الفطر انطت المي مالتها، وبعدها تنشف من المي بالتمام، ونطفيها ونخليها تبرد. وهنا راح نجي على العجينة مالتنا حبايبي، ما شاء الله شوفوها شلون اختمرت. راح نجي نشكلها. طبعا طريقة التشكيل كلش سهلة، وبنفس الوقت الفطائر كلش طيبة. هنا عندي بسطح نظيف ضفت شوية من الطحين. هسه هنا حبايبي راح أجي أقطعها أو أشنكها بهذا الشكل، أسويها كرات كبيرة الحجم. هسه راح تشوفون إن شاء الله شلون نسويها. طريقة التشكيل كلش سهلة. طبعا حبايبي إذا لاحظتوا العجينة شوية تلزق بالإيد، ما يخالف، هو هذا المطلوب على مود الفطائر تطلع عندنا لينة ومو قوية. خليتها تقريبا دقيقة مو أكثر، شوية ارتاحت، وبعدها طبعا لازم نغطيها. وهسه راح نجي نفتحها. هالقد ما العجينة لينة وطرية صراحة ما تحتاج حتى الشيبك. افتحها بهذا الشكل. نحاول نفتحها على شكل مستطيل قدر المستطاع بهذا الشكل. العجينة مثل ما قلت لكم طرية وكلش حلوة بالشغل. نحاول نعدل الأطراف بهذا الشكل، وبعدين راح نقطعها بالسكين بهذا الشكل على شكل مربعات مثل ما موضح بالفيديو. وهسه هنا حبايبي راح نجي نفتح القطعة ونحاول نرتبها. طبعا إذا شفتوا تلزق هواية تقدرون تضيفون رشة خفيفة من الطحين على مود تساعدكم بالشغل.
وهنا الحشوة بعد ما بردت خليتها بمصفي على مود نتخلص من السوائل الموجودة بيها. راح أخلي تقريبا ملعقة واحدة بطرف العجينة، نغلقها كلش زين بهذا الشكل، وبعدين بالسكين راح نشرحها بهذا الشكل ونلفها حولها، راح تصير أحلى شكل عندنا. طبعا نغلقها، نحاول من كل الأطراف. وهنا عندي قطعة ثانية همينة خليت شوية من الحشوة أو أغلقها بهذا الشكل. وهنا عندي هذه الآلة إذا متوفرة عندكم يسهل عليكم الشغل أكثر، بس إذا ما عندكم بالسكين عادي كلش وتطلع كلش حلوة. وهنا حبايبي مثل ما تشوفون خليت القطع بصينية، وراح نجي هنا نطلي الوجه ببيضة على مود تطلع عندنا الشكل كلش حلو وبيها لمعة. وتقدرون مثلا ترشون عليها سمسم أو حبة السودة كلش طيبة تصير. طبعا حبايبي خليتها بفرن محمي مسبقا على نار 180 تقريبا من الأسفل. أول ما بدأ ياخذ لون خليت من الأعلى وأخذ لون هذا الحلو وطلعتها، وما شاء الله شوفوا الجمال كلش كلش حلو، ريحتها تخبل، الحشوة كلش طيبة. إن شاء الله أنتو همين راح تسووها ويعجبكم. لهنا حبايبي انتهت الفيديو اليوم، إن شاء الله عجبكم، وأتمنى ما تنسون تخلونا لايك وتعليق حلو ومشاركة بين الأصدقاء. ويا ربي أشوفكم بخير بوصفات أحلى وأحلى، ومع ألف سلامة.